الأعصاب في علاج طبيعي. القسم ده أكتر قسم غريب وعجيب في علاج طبيعي، وبرضه من أشهر الأقسام، وهتعرف ليه برضه عجيب وغريب من ضمن أقسام العلاج الطبيعي ده بالذات، لأنك حرفيا بتشوف فيه حياة درامية ما كنتش ممكن تتوقعها أبدا. برضه ما زي ما اتكلمنا في قسم العظام قبل منه، هنتكلم في قسم الأعصاب في 3 نقط. أنت هتدرس إيه في القسم ده؟ دورك إيه خلال القسم ده؟ ومستقبلك هيبقى عامل إيه لو اتخصصت في القسم ده؟ بس خلينا ناخد فيهم واحدة واحدة. أول حاجة، أنت هتدرس إيه في القسم ده؟ في قسم الأعصاب في علاج طبيعي أنت هتدرس كل امراض الاعصاب، والامراض دي هتدرسها من بشر. امراض الاعصاب اللي زي التهاب الاعصاب والتهاب الاعصاب الطرفيه وام اس وضمور العضلات والجلطات والنزيف وكمان اختناق العصب. وبترجع تدرس تاني جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري، ولو العصب انقطع ممكن يتصلح ولا لا، وامتى ممكن يرجع طبيعي تاني، وهل ممكن يتجدد، والعصب ده ممكن يتجدد وانهي عصب فيه المشكله، وازاي تمت الجراحه والادويه اللي بياخدوها سواء في مرض الاعصاب او بعد الجراحه، ومتوقع المريض ده بعد فتره قد ايه يرجع لطبيعته، وهل هيرجع طبيعي تاني ولا استحاله يرجع طبيعي، ولو هيرجع طبيعي بنسبه كام في المية. وبرضه تدرس هنا الامراض النفسيه. بعد كده بترجع تدرس الامراض دي كلها تاني بس في علاج طبيعي بشكل موسع أكتر، وبتضيف عليها جزء التاهيل بتاعك، لان تاهيل الاعصاب ليها طرق معينه غير تاهيل العظام وغير تاهيل الاطفال، بتتشابه في حاجات وبتختلف في حاجات. وكمان تدرس برضه تاهيل الجراحات، وكل جراحه معينه وكل مرض معين زي الام اس ده مثلا ليه طرق تاهيل معينه، ومثلا زي ضمور العضلات ليه برضه تاهيل معين، وغيرها من الامراض والجراحات وبعد قطع الحبل الشوكي وغيرها. وكمان بتدرس الاشعه، مختلف انواع الاشعه اللي بتشوف فيها الاعصاب والمخ والحبل الشوكي وغيره، لازم تكون دقيق فيها 100% لان اكتر من تشخيص. كمان بتدرس حاجه اسمها رسم عصب، ورسم العصب ده يعتبر بارت منقسم بذاته كده، هتعرف ليه مهم وليه هو حاجه كويسه مستقبلا، وهتعرف قدام الكلام ده عن رسم العصب. الدراما في القسم ده بيكون شيء عجيب خالص. حرفيا انت بيجي لك مريض ضرح الفراش متشال رباعي وجاي لك، الراجل ده لا بيتحرك فيه يد ولا فيه رجل، والمطلوب منك انك تاخد بيد المريض ده وتخليه يرجع لحياته الطبيعيه على قد ما تقدر، لان على حسب مستويات المرض يعني، بس مطلوب منك انك ترجعه لحالته الطبيعيه. طبعا بعد اراده ربنا بترجع المريض ده لحالته الطبيعيه، انه ياكل ويشرب ويقعد ويقف ويبدا يتحرك، سواء بيتحرك لوحده او يتحرك بعكاز، وده كلها عن طريق طرق العلاج المختلفه في قسم الاعصاب، واللي من ضمنها حاجه اسمها فاسيليتيشن كده، حاجات مختلفه كده بتستخدمها على العضلات او الاعصاب عشان تبدا تتحرك تاني وتبدا تشتغل، وده لسه كل واحد يعرفه لما تدرس في القسم. ومن اشهر الحاجات اللي بتشوف فيها العجب دي اللي هي مشاكل الجلطات والنزيف اللي بتحصل في المخ واصابات الحبل الشوكي، وكمان الاورام اللي بتحصل سواء على المخ او الحبل الشوكي. حرفيا انت بتاخد مريض ما بيقدرش يعمل اي حاجه بتخليه يعمل كل حاجه ويرجع تاني للطبيعي. طب ده بالنسبه للدراسه. بالنسبه ايه دورك في القسم ده؟ القسم ده انت المريض بيجي لك متشخص من دكتور الاعصاب بمرض معين، مشكله معينه مكتوبه، والله هو حصل له نزيف في المخ، حصل له جلطه، عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه، عنده قطع في العصب الفلاني، تم عمل جراحه ازاله ورم المكان الفلاني في المخ او المكان الموجود ده في الحبل الشوكي. دورك هنا بقى تبدا تكشف من جديد وتعرف المشكله اثرت على ايه بالظبط بالنسبه للجهاز العصبي الحركي، وانها عضلات ما بتتحركش، والمطلوب منك كمان انك تحط خطه علاجيه محكمه جدا بحيث تخلي المريض ده في اقل فتره ممكنه يعتمد على نفسه ولو بنسبه 50%. وكمان بتختبر الاحساس والادراك والقوه الحركيه وقوه العضلات، وهل العضلات تقدر تنقبض وتنبسط ولا لا، يعني تقدر تبتدي وتتفرد. وكمان متوقع منك المريض ده هل هيتحرك بشكل طبيعي 100% ولا مش هيتحرك بشكل طبيعي 100%، لازم تكون عارف نهايه الحاله ايه معاك. وكمان يعتبر علاج حالات الاعصاب عليك فيها الحمل او العبء الاكبر، لان زي ما قلت لك بتاخد مريض ما بيقدرش يعمل حاجه بتخليه يقدر يعمل كل حاجه من اول وجديد. ولانك برضه لازم تكون صاحب ايادي سحريه، لانك بتحول المريض انسان طبيعي تاني. والمريض عندك في قسم الاعصاب بيكون شبه مقيم عندك، بتشوفه اقل حاجه مرتين ثلاثه في الاسبوع، ممكن نقول الاسبوع بالكامل لمده شهور وممكن لسنه وسنتين لحد ما المريض ده يرجع طبيعي 100%. فحرفيا انت اكتر حد بتتعامل مع مريض الاعصاب وبيكون عليك العبء الاكبر. كل الاسئله اللي ممكن يسالها المريض لاي دكتور في الدنيا انت هتتسال، وده لان مرضى الاعصاب بيكون تاثيرهم على الجهاز العصبي مش الجهاز العضلي. الجهاز العصبي عامه مش زي المفصل، يوم ما هنغلب فيه خالص هيتم تغييره، لكن الجهاز العصبي فيه اعصاب بتتجدد وفيه اعصاب ما بتتجدد، عشان كده القسم ده لازم تطول بالك فيه جدا. طيب ثالث نقطه، مستقبلك فيه ايه لو حبيت تتخصص في القسم ده؟ بص، مستقبلك في القسم ده بصراحه مستقبل كويس. ليه بقى؟ زي ما قلت لك من شويه ان
مريض الاعصاب بيجي لك المرض بتاعه بيقعد شهور سنين، ممكن على اقل وقت شهر. خلال الفتره دي انت بتشوف المريض مرات كتيره جدا. وكمان ان حالات الاعصاب منتشره جدا ما بين جلطات وما بين نزيف وما بين المشاكل اللي بتحصل في الاعصاب الطرفيه بسبب السكر وغيره، ودي فيها الاف المرضى في كل مكان. كمان لما ربنا يكرمك وتبدا تفتح مركز فهيكون الشغل مناسب جدا، او الدخل المادي العائد منه شبه مناسب. كمان في تخصص حلو جدا جوه القسم ده واللي هو رسم العصب اللي قلت لك عليه. رسم العصب ده باختصار ده عباره عن جهاز بيكون طالع منه اسلاك، والاسلاك دي بتركب فيها ابر طويله او بدات معينه تحط جوه العضله او على العضله من فوق، بحيث انه يقيس النشاط الكهربي بتاع الاعصاب او الجهد بتاع العضلات. هل الاعصاب سليمه وبتأدي الدور بتاعها 100% زي ما هو باين في الرسم، ولا باين في الرسم انها فيها اختلال واثرت على العضلات، او العصب سليم والعضلات هي المعلوله، او العكس العضلات سليمه بس الاعصاب فيها المشكله. القسم ده لسه جديد ومش منتشر لانه محدش بدا يتخصص فيه يعني بشكل مميز او بشكل مخصص، لانه الجهاز غالي ومثلا مفيش ناس اتدربت عليه كتير. بس هو المجال ده ما زال مفتوح لان الناس تتخصص. ده كده باختصار قسم الاعصاب. طبعا لو حابب تخش علاج طبيعي وعايز تعرف باقي الاقسام وايه دراستك وايه مستقبلك فيها زي ما عرفت في قسم الاعصاب، هتلاقي هنا فيديوهات ظهرت لك فيها كل الاقسام انا متكلم عليها بشيء من التفصيل، ومستقبلك ايه ودورك ايه ودراستك ايه فيها. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.